النهارده داخلين شركة دي ام سي، محتاجين يغيروا النص تحت اللاب اتش بي بافيليون دي كي جيمنج. هنغير النص اللي تحت مع بعض، يلا بينا. النهارده اشتغلنا على جهاز اتش بي بافيليون دي كي. الجهاز كانت حالته مش احسن حاجه، فيه كسور كتير جدا، والكاب فان اللي هي كانت بتحمي الهيت سينك برضو كانت مكسوره، وده كان مؤدي لكسور في الهيت سينك، وكان عامل ارتفاع في درجات الحرارة بشكل مبالغ فيه، وكان الأداء مش أحسن حاجة. فطبعا أول خطوة لازم نعملها، لازم ننقل كل القطع في الهاوسنج الجديد ونفك قطعة قطعة. أهم حاجة واحنا بنفك بنراعي إن احنا ما نتنيش حاجة أو نقطم حاجة عشان نقدر نقفل بشكل سليم. للأسف معظم الناس لما بتيجي تغير كيبورد بيلت إن أو تغير هاوسنج عليه كيبورد بيلت إن بيبقى فيه إهمال شوية أو تسرع فيتني الحديدة، فده طبعا يعمل معاه مشكلة في تبييت القطع، وممكن وهو بيثبت البوردة تتعوج منه. طبعا انت مش هتلاحظ كده، فبعد ما تستلم الجهاز البوردة طبعا مقوسة، وده يوقعك في مشاكل كبيرة جدا، ممكن يؤدي ان الجهاز يفصل فما تبقاش عارف سبب فصلانه ايه. عشان كده دايما لما تيجي اتعامل مع شركة موثوقة، وعشان احنا رقم واحد في مجالنا فبنعمل الشغل قدام العميل بثقة واريحية تامة. بدأنا ننقل الكيبورد، ولازم واحنا بننقل الكيبورد نلحم كل نقطة، ما نفوتش نقطة واحدة عشان خاطر ده ما يعملش هبوط في الزراير والعميل يقدر يكتب عليه بأريحية. وبنفكركم ان احنا عندنا كل انواع قطع الغيار الخاصة باللابتوب، سواء كيبوردات او شاشات او هاوسنجات، وبنتميز بالاجهزة الجيمنج. وكمان اللي بيميزنا ان احنا بنعمل الشغل قدام العميل، فانت سواء في بيتك او شركتك كلمنا هنوصلك على طول بقطعة الغيار، والتركيب هيتم قدامك، وهتعاين قطعة الغيار قبل التركيب وبعد التركيب. وبعد ما قفلنا الجهاز لازم نسلم العميل كل حاجة. عملنا تيست على البطارية، تيست على كارت الشاشة، عملنا تيست على الكيبورد. اهم حاجة لازم يكون العميل مبسوط، ويكون رجع الجهاز لشكله الاصلي زي الجديد بالظبط.